اسمع يا ابن والله الكلب، ما عبده ابن المتناكة يا ابن الشرموطة يا معرس يا ابن المتناكة. هو دليل الأكل والشرب يا ابن الشرموطة إن أنت مرتاح. وأنت يا ابن المتناكة طلعت دلوقتي قلت ما إحنا عندنا حرية. طب يا ابن الشرموطة، طالما أنتوا عندكم حرية، أطلبت من الحاكم ابن المرة المتناكة بتاع دولتك، بتاع الحظيرة الزريبة اللي أنت عايش فيها يا ابن الشرموطة، يذهب ليحرر مقدسات وأرض المسلمين يا ابن المتناكة؟ هتطلع تقول لي ما احنا مش قدهم. طب ليه يا ابن الشرموطة؟ البترول بقى له اكتر من 100 سنة عندكم يا اولاد المتناكة يا شراميط. لو اردتم ان تسودوا العالم لستوه يا اولاد الوسخة، لكنكم اكتفيتم بالخير الذي منحكم ورزقكم الله اياه بطبق الكبسة والتكييف والعربية الجيمس يا اولاد المتناكة يا شراميط، والبنغالي اللي بينيكك وتنيكو يا ابن العاهرة الداعرة. هذا ليس بإسلام ولا بتصرفات مسلمين يا اولاد الشرموطة. تمام، تفضل يا استاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله، ارحب ارحب ارحب. اهلا وسهلا يا استاذ. الله يرحم اسماعيل هنيه ابو العبد ان شاء الله. الله يتقبل من الشهداء. انا عندي سؤال. الحين هو كان بايران، هو له حل من اثنين. طبعا انا ضد ايران، ضد حزب الشيطان، ضد الحوثي، مع المقاومه. اي واحد يحارب المقاومه لو الشيطان ما عندي اي مشكله. اي واحد يحذف لو على اسرائيل طابوق انا معه، حتى لو كانوا اليهود نفسهم. لان الصهيوني مهما كان ما راح تبنى خطاب نتنياهو ولا خطاب ايدي كوهين اللي الناس قاعد تبناه هذول بالمساحات، قاعد يقولون نفس كلامهم. لان مبين ان كلها ماجورين ومو ماجورين، ما في مشكله. لكن استاذ بهجت الحين هو واحده من ثنتين. هل حماس راح تتعلم من ان ايران اللي تغطي فيها عريان؟ وهل لا ايران يا سيدنا عندكم مشكله انتم مش واخدين بالكم لغايه دلوقتي. متى تغطت حماس بايران؟ هي مصالح. انا هسالك سؤال. من هو العدو الاول للامه الاسلاميه في العالم الان؟ انا اشوف اسرائيل. ومن خلف اسرائيل اوليس عدوا للاسلام والمسلمين؟ اكيد. ما باله امريكا؟ امريكا معاهم. هل الدول العربيه والاسلاميه كافه تستورد السلاح والخبرات وتتعلم في الجامعات الامريكيه ام لا؟ نعم. لماذا لا تدين هذه الانظمه بنت المتنكه مع انها لا خيارات كتير؟ يحطوا اي خيار افطزهم هيحبلوا منها. اسمعني بس يعني بس يا ليت الالفاظ عشان يعني. حاضر يا فندم. مع ان هذه الدول لا خيارات كثيره تلبس اي خيار فيها. انا بسال سؤال: لماذا تحرمون وتمنعون المقاومه من الخيار الاوحد لهم، وهو اللجوء الى ايران عدو الاسلام والمسلمين كما تدعون وكما اوافقكم الراي وادعي معكم؟ فإيران من أعداء أهل السنة. اسمعني بس، معاك يا سيدي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عقد حلفا مع الكافرين. خلاص، يبقى أمر أن أنت تلجأ أو تتعاون مع الكافر في حربك على كافر عدو لله ورسوله، فهذا من الدين، ليس ضد الدين. لكن من باب أولى إن كان هناك من المسلمين فعليك أن تتعاون معه. أما إن كان من ادعوا الإسلام من أهل السنة في الإمارات والأرض وفي السعودية ودول الخليج ومصر ودول بقية الدول العربية مدعين الإسلام، حاصروا المقاومة، قتلوهم، جوعوهم، سجنوهم، عذبوهم. ما في دولة عربية. بهجت ممكن بس أكمل مداخلتي؟ أنا بسألك سؤال: ليه بقى بدل ما تهاجم المقاومة ما تهاجمش الأنظمة بنت الوسخة؟ أنا مو مهاجم المقاومة. منو قال لك أنا مهاجم المقاومة؟ ما أنا بسألك، اسمعني. أو تاخد على أيديها كده وتدوس على إيه اللي وداك إيران؟ عندك بديل؟ يلا اطرح لنا البديل. أنا شايف لقاء للشهيد الله يرحمه. أنا شايف لقاء على روتانا خليجية يقول أنا انحديت إني أروح لإيران، أنا ما لقيت حاضنة لي إلا إيران. وفي الخالد مشعل كمان على الجزيرة. أنا مش محتاج أسمع يا بيه. إحنا مش محتاجين نسمع المقاومة لماذا ذهبت إلى إيران، لأننا نعلم لماذا ذهب. أي بصيرة ولا عقل ضعيف كعقل العصفورة أو السمكة حتى النساية
يعلم لماذا ذهبت المقاومة إلى إيران، يعلم احنا ما ذلك. نعيب عليهم هذا الشيء، احنا ما نعيب عليهم هذا الشيء، لكن السؤال استاذ بهجت، هل راح يعرفون ان اللي متغطي بايران عريان؟ يا حبيبي ده ما يهم، لا إله إلا الله يا استاذ حبيبي. بهجت انا بس بوصل لك يا الفكرة حبيبي اللي هم ما بس بوصل لك. تغطوش يا معلم. هم انجبروا يتغطوا عندهم. يا حبيبي مين قال لك ان ايران مغطياهم؟ ايران دي مورد سلاح، التقت مصلحتهم مع مصلحة المقاومة. هم ضد اسرائيل ايران كما يدعوا حتى وان كان مدعين، والمقاومة بتحرر ارضها ومقدساتنا اللي رمتها وقذفت بيها في حضن الاعداء الانظمة الكفرة العربية الطاغوتية. التقت المصالح في نفس الطريق، زي حضرتك كده راكب الاتوبيس ومعاك واحد كافر راكب الاتوبيس. ايه اللي مركبك الاتوبيس مع الكافر؟ يا عم الاتوبيس ده مسافر الرياض والكافر رايح الرياض وانا رايح الرياض. عندك مواصلة تاني تقيني الاستمرار مع هذا الكافر قول لي عليها نركبها انا وانت ونروح. ما عندكش. شنو الاتوبيس استاذ بهجت؟ المصلحة، الاتوبيس هو المصلحة، الهدف. ايران بتدعي انها ضد اسرائيل وعاوزة تفشخ اسرائيل، فبتساعد المقاومة عشان تستخدمها ورقة ضغط على اسرائيل. المقاومة بتقول لك ايه؟ انت ايران مش هتستخدمني لاني انا كده شئت ام ابيت في حرب التحرير بنيك اسرائيل. فان ساعدتني ايران، ايران بتدعي ان هي بتستخدمني ورقة ضغط، لكن انا مش ورقة ضغط، بايران او بدونها انا هنيك اسرائيل. فالتقت المصالح، الهدف اللي هو بقى الاتوبيس. وصلت ولا اقول كمان يا معلم؟ اتفق معك لكن شكرا انا يا فندم. انا مقصدي الفكره اللي بسألك فيها، هل كان تسليم او صفقه عشان ما يدشون على لبنان او يا حبيبي او ان ايران ورقه كرتونيه؟ كل دي سيناريوهات انا لا اكذبها ولا اصدقها. انا بص يا معلمي، انا تعلمت امرا من بدايه الانقلاب العسكري، اني انا كفرد من الشعوب المقهوره دي مجهودنا ضعيف، طاقتنا قليله وضعيفه، مش عاوز اضيعها ما بين مهاترات السيناريوهات المختلفه. خلينا اركز في حاجه اعور الطواغيت وانظمتهم واعداء الامه. اقعد اقول اصل ايران هتعمل وبتستخدم وعملت، هي ايران هي اللي قتلته. بص، كان سيموت في هذا التوقيت، سيموت معاد رحيل. مات في ايران، كان على فرشته، كان هيموت، كان في قطر هيموت، لو في الرياض هيموت، لو في القاهره هيموت، لو صعد الى السماء كان ميت. لان ميعاد الرحيل من الدنيا مكتوب قبل الولاده. فما تجهدش نفسك، عاوزك تركز. لو احنا عندنا اختيار بين ايران ودوله اخرى، هنا بقى نطلع لايران السيناريوهات دي، دوله بنت وسخه وهي بتاع وخونه وعمله متغطي بيها عريان، لكن ما عندناش خيار. يا اما نحاول ان نصنع نحن هذا الخيار او نترك المقاومه في شانها. ولو انت متاذي من الموقف ده ودي وشك الناحيه الثانيه واعمل نفسك مش واخد بالك، اعصر عليها ليمونه، ادعي الله ان يشرح صدرك وان يقي المقاومة شرور إيران ومؤامراتها. ده اللي تقدر تعمله. الدعاء بيغير الأقدار برضك أو بيلطف الأقدار، لأن اللي بيلطف اللي بيده أقدار الناس المولى سبحانه وتعالى. أستاذ بهجت، حنا كشعوب عربية احنا ما لنا الا الدعاء، قاعد ندعي. لا 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 لا، هنا أزعل منك قوي. شنو بيدنا غيره؟ كتير. بص يا حبيبي، مثال هقول لك يا حبيبي، لن أول الشعوب ولا آخرها التي يفشخها حكامها أو كانوا كفارا. اسمعني يا أستاذ، بص يا حبيبي، ليس المأكل والملبس والمسكن علامة الراحة، فللراحة أنواع، ربما تعمل عاهر داعر. الناس تيجي كمان تطأ زوجاتك وأولادك وتطأك وتديك فلوس وتركبك عربيات، خسئت طبعا، وتركبك بورش وتجيب لك طيارات وتجيب لك ده، وانت قاعد مرحرح ومرتاح، وكل اللي انت بتعمله مشغل خرمطيزك مبولة وفروج أبنائك وأطيازهم مباول.
عمومي لكل اللي يشخ يرمي فيها أو يرمي في الصندوق اللي جنبه ويشخ ويمشي. راحة جميلة اهي. إنما الراحة لا هي اسمع بقى، خلص الجملتين ورد عليا. لا بس إنما ما تقول علي انا الراحة يا عم، أنا بقول على اللي أنا بقول، أنا مش بقول عليك أنت. الشريك اللي عندك يا جدع، الشريك اللي عندك يا جدع اسمع يا حمار، اسمع، ما بقولش عليك أنت بالتحديد. لا تقول حمار، أنا قاعد أكلمك كل احترام يا سيدي هو الحمار يا راجل، ده أنا بسب الحمار كده يا راجل؟ ما أنت بتقول، أنا بقول لك أنت طلع ووارد الحلول تقول لي حنا مرتاحين. هو في أحمر منك يا ابني؟ يعني أنت عشان واكل نامي مشايخ ولا شاخخ واحد في التكييف بقيت مرتاح يا عل؟ إنما الراحة برضا الرب عليكم، الله ورسوله راضين عنكم. يلا جاوبني، أنت ادعيت أنك من المسلمين، هل الله راض عنك وعن المجتمعات بتاعتك؟ هل الله راض عن حكوماتك؟ هل الله راض عما تصنعوا؟ هل الله راض عن عيشتكم الميعة المتناكة الشرموطة، عيشة التكييف وطبق الكبسة يا ولاد الكلب يا وطين؟ هذا رضا الرب. خلصت ولا لا؟ أنا لسه ما بخلص، اللي زي ما بخلص أنا بسألك هل الله. أنا برد عليك، أنا الحين برد عليك. اتفضل، ما أنا بسألك أهو، جاوب يا عم. أنا داش عليك المساحة، أنا داش عليك المساحة يا عم، جاوب يا عم. اسمعني، أنا داش عليك باسمي وصورتي، هذا دليل الحرية عندي إني أتكلم أقول رأيي بكل احترام. يا عم الحاج يلعن قصام الحرية بتاع العبيد دي، أنت بتقول حرية عبيد دي. أنت قاعد بأمريكا تقول تسمى هذه حرية؟ يا دي علقة، أنا بسألك سؤال، أنت قلت لي تكلم باحترام يا أخي. اسمع يالا، أنت بتقول حنة يعني قلة أدب بس. يا دي سهلة يعني. يالا اسمع يا دي اسمع ارد عليك اقول لك علبة. يا دي اسمع يا ابن الكلب يا واطي يا عبدي يا ابن العبيد، اسمع يا ابن الكلب، والله ما عبدي وابن المتناكة يا ابن الشرموطة يا محرص يا ابن المتناكة. هو دليل الاكل والشرب يا ابن الشرموطة ان انت مرتاح، وانت يا ابن المتناكة طلعت دلوقتي قلت ما احنا عندنا حرية. طب يا ابن الشرموطة، طالما انتوا عندكم حرية، أطلبت من الحاكم ابن المرة المتناكة بتاع دولتك، بتاع الحظيرة الزريبة اللي انت عايش فيها يا ابن الشرموطة، يذهب ليحرر مقدسات وأرض المسلمين يا ابن المتناكة؟ هتطلع تقول لي ما احنا مش قدهم. طب ليه يا ابن الشرموطة؟ البترول بقاله أكتر من 100 سنة عندكم يا ولاد المتناكة يا شراميط. لو أردتم أن تسودوا العالم لستوه يا ولاد الوسخة، لكنكم اكتفيتم بالخير الذي منحكم ورزقكم الله إياه بطبق الكبسة والتكييف والعربية الجمس يا ولاد المتناكة يا شراميط، والبنغالي اللي بينيكك وتنيكو يا ابن العاهرة الداعرة. هذا ليس بإسلام ولا بتصرفات مسلمين يا ولاد الشرموطة. عندما خلقنا الله وأرسل إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم بعد فساد العالم، أرسله لصناعة أمة من الأسود، لا من النعاج، لا من الخراف، لا من الضب والبنغال والعبيد يا ابن الكلب يا واطي. أنا ما بشتمكش أنت لشخصك، إنما بشتم لسانك القذر وفكرك النتن. طالما أنت مرتاح يبقى كالصم العالم والأرض والمقدسات. ما ينفعش يا ابني، اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قول ورايا: اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم أمتنا وأنت راض عنا، اللهم اشرح صدورنا للحق، اللهم إن كان بهجة صابر ومن على فكره من أهل الحق فالحقنا بهم، وإن كان من أهل الباطل فتب عليه والحقه بنا إن كنا من أهل الحق. ادعي، لكن اللي زيك لازم يقلع الدشداشة بنت الشرموطة دي اللي وصلتنا للحالة المهترئة اللي احنا فيها. كانوا حفاة عراة جوعى، لكنهم كانوا أسود بتقوى الله، كانوا بيتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكل من آمن به واتبع نبيه وصحابته الكرام.
عليهم وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. اي خدمه تانية يا استاذ؟